لو حابين تعملوا طواجن مكرونة سهلة وسريعة بدون بشاميل، الطريقة دي اقتصادية جدا وحلوة، ويكاد يكون هي اللي بتتعمل في المطاعم. والله أعلم، أنا مش باكل بره فبقول يمكن تكون هي اللي بتتعمل بره، لأنها سريعة وما فيهاش بشاميل أصلا واقتصادية. بالنسبة لمكسبها، لا مكسبها كتير جدا. اللي حابب يعمل في البيت ويبيع، الناس اللي بتشتغل اونلاين ممكن تعملوها، سهلة سريعة، مش هتاخد وقت معاكم، ومكسبها هيبقى حلو ومش هتتكلف معاكم كتير. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، هنشوفها واحنا بنشتغل. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة هنجيب حلة هنحط فيها مية تغلي على البوتاجاز، هننزل فيها بكيس مكرونة قلم 400 جرام. هنقعد نقلب في المية دي لغاية لما المكرونة كلها تتشربها، وهنضيف عليها كمان نص معلقة ملح. كل شوية هنبص على المكرونة لغاية لما تشرب المية، مش هنضيف كتير. يعني بصوا، المية يعني تبقى مغطية المكرونة بخمسة ستة سبعة سنتي، مش اكتر من كده. المهم احنا عايزين دلوقتي النشا اللي ينزل من المكرونة يقعد في باقي حبة المية اللي موجودة. بعد لما تلاقي المكرونه اتسلقت 3/4 تسويه، هتلاقي الميه اللي فيها اتشربت كلها، هتلاقيها قليله قوي زي ما انتم شايفين كده في قاع الحله، حبه قليله قوي اللي هي باقيه. وقتها دلوقتي هنضيف 350 ملي حليب. لو انتوا عايزينها جوسي قوي يبقى هتزودي الحليب، هتخليه مثلا 400 ملي، هتزودي نص كوبايه مثلا تاني حسب ما انتوا بتحبوا. انا ما كنتش عايزاها جوسي قوي المره دي فقللت الحليب شويه، لكن انتوا لو عايزين تخلوها جوسي يبقى خلي الحليب زود عليه كمان نص كوبايه. نزلنا كده بالحليب بتاعنا. طبعا النار مش بنخليها عالية قوي، ليه؟ علشان المكرونة ما تشربش الحليب بسرعة وتلزق في قاع الحلة معانا، احنا مش عايزين كده. هنقعد نقلب فيهم برضو لغاية لما المكرونة تشرب الحليب معانا. هتلاقوا الحليب واخد نسبة من النشا اللي نزلتها المكرونة. وللعلم دي طريقة سهلة وبسيطة، في ناس كتير بتفشل معاها البشاميل، وفي ناس بتشتري أكياس كنور اللي هي الجاهزة. وليه؟ اعملوا الطريقة دي سهلة وبسيطة وأي حد هيعرف يعملها، وعمرها ما هتفشل منك لأنها سهلة جدا. بنسيب كده الحليب يغلي برضو معاها لغاية لما يتشرب شوية. هتشوفوا معايا يعني ايه، هتلاقي في قاع الحلة حبة حليب صغيرة. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزينها جوسي اكتر خلاص يبقى هتزودي نص كوباية الحليب. كل شوية انا هقلب فيها، وبعدين هنضيف لها ملح وفلفل اسود ورشة جوز الطيب كده بسيطة. بصوا كمية الحليب كده ما نقصتش برضو، حاجة بسيطة. لا انا مش عايزة كده، انا عايزاها تشرب حبة كمان، فانا هقلبها تاني لغاية لما يعني تتشرب شوية. لو انتوا عايزينها جوسي بس خلاص يبقى عند المرحلة دي وهتقفي. ليه؟ كده كده لما انتي تاخدي المكرونة وتحطيها في الطاجن هتلاقيها في الفرن اتشربت الحليب. بلس احنا لسه هنضيف جبنة موتزاريلا، احنا ما ضفناش حاجة. بالنسبة للحشوات ضيفوا اللي انتوا حابينه، حابين تضيفوا عصاج اوكي، حابين تضيفوا بواقي فراخ اوكي. انا هضيف هنا بواقي فراخ بانيه، كنت عامله فراخ بانيه كتير ففاض منها قطعتين فقطعتهم مكعبات وشلتهم في الفريزر، فانا هعملها ببواقي الفراخ البانيه. اعملوها باي بواقي عندكم على فكره، بواقي فراخ مشويه، بواقي فراخ مسلوقه، عندك عصاج، بواقي مثلا لو قطع كفته، باي حاجه تتعمل. حابين تعملوها ساده، لو ما فيش اصلا لحوم بلاش ولا لحوم ولا دواجن، ما فيش مشكله زي ما هي كده. وهتضيفي لها اجبان بقى في الوقت ده. لو انت مش هتضيفي لحوم ولا فراخ يبقى اعمليها بقى بالميكس، ميكس اجبان كده. ضفت انا هنا رشه جوز الطيب بس، خلاص هقلبها وهظبط الملح بتاعي. لو انا محتاجه ملح هضيف، مش محتاجه خلاص مش هضيف. لكن هنا هتوصى بقى، انا عايزه حبه جبنه موتزاريلا كويسه، يعني هضيف مثلا كوبايه الا ربع. لو انت حابه تضيفي كوبايه اوكي، حابه تضيفي نص كوبايه براحتك. كده كده هنضيف جبنه تاني على وش المكرونه من فوق، هي بتعتمد على الجبن، يعني المكرونه دي فيها بيبقى نسبه من الجبنه. فاللي حابب يعمل بشاميل اوكي، بس انا وجهه نظري دي احلى واخف، وحتى طعمها احلى من المكرونه اللي بالبشاميل. هي دي طعم ودي طعم، بس دي خفيفه قوي مش تقيله على المعده. دي انا بعملها كتير للبيت بصراحه فبتعجبني وسلسه وبسيطه جدا. هقعد اقلب كده الجبنه لغايه لما تسيح معايا. بعد ما ساحت معايا خلاص كده طفينا البوتاجاز، جبتها بقى على المكان اللي هشتغل فيه. عايزين تعملوها في الاطباق اللي هي فويل زي دي ماشي، عايزين تعملوها في اطباق بايركس، عايزين تعملوها في فخار، اي حاجه. انتوا شفتوا بواقي الفراخ دي كانت عندي قطعتها مكعبات، شلت الطبقه اللي بره اللي هي كانت الطبقه الكراست المقرمشه شلتها، وقطعت بس الفراخ من جوه مكعبات لانها كانت قطعه كبيره يعني. فقلبتهم كده مع بعض، وهجيب الاطباق الفويل وهنزل بالمكرونه بتاعتي في الاطباق الفويل.
وبعدين هنضيف عليها جبنه موتزاريلا من فوق وهندخلها الفرن. ما بتاخدش وقت في الفرن على فكره كتير، احنا بنبقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 200 220 مش أكتر من كده. ليه؟ اوريدي كل حاجة معاك مستوية. احنا ما إلا هتتشمع بس المكرونة كلها تاخد من طعم بعضها من الفراخ اللي احنا ضفناها، وبعدين بنطفي وبنشغل الشواية. يعني مش بنخليها زي المكرونة البشاميل لفترة، لا دي مش بتتعمل كده، دي سهلة جدا. 10 دقايق من تحت خلاص طفيتي، شغلي لها الشوايه. فرنك بيشتغل تحت وفوق، خلاص يبقى شغلي تحت وفوق في نفس الوقت. في ناس الفرن عندها بيشتغل بس من تحت وبعدين تطفي تشغل الشوايه، في ناس بيشتغل الفرن مع الشوايه الاتنين مع بعض. لو في فرن كهرباء خلاص اوكي شغال فوق وتحت، لو فرن العاديه الغاز يبقى هتشغلي من تحت وبعدين من فوق. من تحت بس 10 دقايق واطفي مش اكتر من كده. هنضيف هنا الجبنه الموتزاريلا، لو حابين تضيفوا ميكس ضيفوا ميكس جبن. في المرحله دي اللي حابب يزود الجبنه عن كده يزود براحته، يعني شيء يرجع لكم حسب المتاح وحسب المتوفر عندك. ده بيتباع بكام مثلا بره الله اعلم. ضيفوا الجبن بقى زي ما قلت لكم زي ما انتوا عايزين، بسخاء قليل متوسط حسب الموجود عندك، حسب امكانياتك وحسب الموجود. زي ما قلنا هنضيف ميكس اوكي، هنضيف موتزاريلا ونكتفي بيها خلاص تمام. والتسويه زي ما ذكرت بنسويها يدوب 10 دقايق من تحت وبنشغل الشوايه. تلاقي الجبنه ساحت معاكي واخدت لون ذهبي كده حلو، بس خلاص اطفي البوتاجاز. في حاجه تاني، لو انتوا عايزين تضيفوا مشروم ضيفوا، ده حسب الامكانيات، يعني انا مش هضيف الكلام ده كله. لو انتوا حابين تضيفوا زيتون من جوه ضيفوا، انا عندي زيتون بس كسلت اضيفه. ففي حاجات كتير بتضاف معاها، اللي عايز يضيف اي حاجه يا جماعه معاها يضيف. لو انت عندك مشروم وحابه تعمليه وتحط معلقه زبده على زيت وقطع المشروم لو فريش وقلبيه فيها، تلاقيه استوى معاكي ما بياخدش 3 دقايق. وبعدين لو عندك الفراخ مستويه قلبي معاها الفراخ وخلاص خلصنا. لو انت عايزه تحشيها خضار مفيش مشكله، دبلي بصلايه مع جزرايه مع فلفلايه مع شويه زيتون واحشيها من جوه خضار، مش هتفرق. الاكل سهل على فكره، وحاجات كتير قوي بتبقى سهله ما بتاخدش وقت معانا. اعملوها دي هتعجبكم جدا وسهله وبسيطه. هندخلها الفرن وهوريكم شكلها بعد ما تخرج. ده الطاجن الفخار اللي بقول لكم عليه. دي شكل المكرونه بعد ما خرجت من الفرن. انا كنت عامله 4 اطباق بس مش عامله كتير، انتوا حابين تعملوا اكتر من كده هتزودوا طبعا كميه المكرونه. دول طبق كبيره كمان مش صغيره، بس هي طالعه هنا شكلها صغير بس هي كبيره كده. خلاص ادي شكلها بعد التسويه. اعملوها هتعجبكم جدا وتاكلوها بالهنا والشفا. طريقه سهله وبسيطه واي حد هيعملها وبس كده. واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.